انت مستهونه بنار جهنم، احنا هندوقها لك. راحوا مكتفين البنت، وابتدى اخوها يعذبها هو وابوه بالحرق. فضلوا يعذبوا فيها ويضربوا فيها لغايه البنت ما دخلت في غيبوبه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعالوا نشوف الجريمة دي اللي حصلت في مدينة البدرشين محافظة الجيزة. احنا قلنا قبل كده يا جماعة المجتمع مش بيرحم المطلقة، نظرة للأسف دونية. يعني ايه مطلقة؟ يعني جوزها طلقها، تخلص منها، إجراء شرعي حلال ربنا، زي ما بنتجوز بنطلق عادي جدا. لكن المجتمع بيبص للمطلقة نظرة إن هي واحدة، للأسف بيتبص لها إن هي واحدة سهلة، ودي نظرة للأسف الأقلية مش الكل. بيبص لها إن واحدة مطلقة يعني إيه؟ ما عندهاش حاجة تخاف عليها. مين قال الكلام الفاضي ده؟ واحدة أصابها سوء توفيق، ما عرفتش تختار كويس، اتجوزت واحد غلبها في عيشتها، بيضربها بيهنها، اتطلقت منه. طب تعال نشوف في البدرشين اللي حصل. أب وأم وأخ وأخت، أسرة جميلة. البنت اتجوزت وراحت تعيش مع جوزها في بيته عادي. بعد فترة دبت الخلافات بين الزوجة والزوج، وهي ما خلفتش. تم الطلاق هنا بيترتب عليه ايه؟ ملهاش حق في الشقة. الشقة لو كانت حاضنة، لكن دي اتطلقت ومعهاش ولاد، فجوزها اعطاها حقها اللي هو القايمة المنقولات الزوجية والمتعة ومش عارف ايه، وراحت عند بيت ابوها، قعدت مع ابوها وامها اخوها الشاب برضه، خدت لفظ مطلقة. طيب المطلقة دي بقى عندنا في مجتمعاتنا خروجها يكون بحساب، سهرها يكون بحساب، مشي هيكون بحساب. يعني وهي متجوزة لو سهرت لواحدة واثنين وثلاثة معاها راجل ملناش دعوة بيها، جوزها موافق على كده. لكن لما تكون مطلقة، يا اخويا فين دي ملهاش راجل، قال لي مسهرة للساعة 10، يا اخويا الساعة 11 ما هي سايبة ملهاش راجل، مفيش واحد يشكمها ولا يحكمها، ماشي على حل شعرها، رغم ان هي ممكن تكون اخرت ل10 و11. لكن لما تكون متجوزة مفيش مشكلة. طيب لو هي ماشية وقالت لواحد مساء الخير، او بلاش قالت، او واحد قال لها مساء الخير، شيء طبيعي تقول له مساء النور. شفت يا معلم ردت عليا. يعني ايه ردت عليك؟ انت هي واقفة وانت ماشي وانت قلت لها مساء الخير فقالت لك مساء النور. لا، ده هي عايزاك ليه؟ اصلها مطلقه ملهاش راجل وما عندهاش حاجه تخاف عليها. هي عشان انت قلت لها مساء الخير ردت عليك، يبقى كده خلاص ما مطلق. لو متجوزه مساء الخير مساء النور، ما حدش هيتكلم، في راجل عندها في البيت ادي. لو ماشيه وبصت بعينها كده يقول لك شايف عينها يتضرب فيها رصاصه، شوف بتبص للراجل كيف ادي. واحده ماشيه بصت بالصدفه، لا ده مطلق. لو متجوزه وعلى ذمه راجل وبصت له كده وقالت صباح الخير ولا السلام عليكم، محدش يتكلم. الاغرب من كده لو راحت تزور واحده صاحبتها تغير، احسن جوزها يطلع يقعد معاها، تبقى متضايقه من صاحبتها لانها مطلقه، خايفه على جوزها. فالمطلقه فعلا محكومه بنظره مجتمع وعادات وتقاليد باليه. طب ايه اللي حصل مع بنتنا في محافظة الجيزة مركز البدرشين؟ بنتنا لما اتطلقت ابتدت تخرج بتلبس ملابس ضيقة. ابوها واخوها بيقول لك بتلبس ملابس كاشفة لجسمها. اصل الكلمة دي كلمة فضفاضة، يعني ايه
تكشف جسمها. يعني لو لبست عباية، العباية على فكرة أي ست تلبس عباية حرير ولا بتاع، بتشف الجسم، تبقى ماشية جسمها بتبقى لابدة على الجسم. في ناس يقول لك العبايات كده، وفي ناس يقول لك لا يا عم ده هي لابسة محزق وملزق عشان تصيد لها راجل، أصلها مطلق. بتروح تأخر للساعة 11 و12، لا أنت مطلقة ما تسهريش. ابتدى أبوها وأخوها يقفل عليها الدنيا، ما تخرجيش، ما تطلعيش، ما تسهريش، ما تكلميش، في حد شافك واقفه في محل بتضحكي مع واحد فيه. البنت بتلبس اللبس اللي هو اصلا صغيره في السن، لسه اتطلقت ولسه في العشرينات، يعني مش هقول لكم في الخمسينات ولا في الستينات. بنطلونات ضيقه، ما البنات كلها بتلبس بنطلون ضيق للاسف يعني. بلوزات على الجسم. طب ما هو عايزه تتجوز، من حقها تتجوز، من حقها تتجوز. سايبه شعره، طب هو بقى في كتير سايبين شعره. ابتدى الاب والاخ بيضيقوا من تصرفات البنت، لغايه ما جاء قالوا لها يا بنتي لبسك ده هيدخلك جهنم. قالت لهم جهنم ما لكمش دعوه. اضطر الاب وابنه بقى واخوها يعملوا ايه؟ انت مش سهوه بنار جهنم، احنا هندوقها لك. راحوا مكتفين البنت، وابتدى اخوها يعذبها هو وابوه بايه؟ بالحرق. ابتدوا يحرقوا في جسمها. شوفي جهنم هتعمل فيك ايه؟ شوف عذاب جهنم، شفت النار اللي ربنا وعد بيها اللي ما يلتزمش باوامره. اهو البنطلون اللي بتلبسيه اهو، شوفي جسمك اهو، لحمك اللي بتشفيه اهو. فضلوا يعذبوا فيها ويضربوا فيها لغايه البنت ما دخلت في غيبوبه. الواد لما شاف اخته، والاب لما شاف بنته بتموت، نقلوها بسرعه على مستشفى البدرشيه، داخله في غيبوبه بين الحياه والموت. طب يا عم الشيخ، التربيه مش كده. بنتكم بتخرج وبتسهر، يقفلوا عليها. اخوها الراجل وابوها يقفلوا عليها، مفيش خروج. ما دام مش هتخرج، لا هتلبس ضيق ولا هتسيب شعرها ولا هتحط ميك اب ولا اي حاجه. لكن ان احنا نربطها ونولع في جسمها عشان ندوقها عذاب جهنم، ده فكر غريب وواقع مرير. يا سيدي عايزه تخرج، اخوها يخرج معاها. اللبس اللي عندها ده انت يا سيدي خده وروح جيب لها، انزل اشتري لها لبس واسع، بنطلونات واسعه، جيبات واسعه، عبايات واسعه، وخد العبايات دي لك انت. لكن تعذبوها بالنار، ده ربنا بس اللي بيعذب بالنار. ايه اللي بيحصل ده؟ ولما المستشفى طبعا بلغت الشرطه بوجود تعذيب وحرق في انحاء مختلفه من جسم السيده اللي عندنا، بسؤال الاب والاخ قالوا احنا اللي كنا بنعذبها علشان كانت بتلبس ملابس فاضحه وجايبه لنا العار في البدرشيه. طب ما تعال ننزل البدرشين نشوف الناس، هل كل الناس لابسين زي اسلامي بخمار وبحجاب وعبايات واسعه؟ طب ما في بنات بتلبس بنطلونات ولبس عادي جدا يعني ضيق وبيشف ويرف. لا احنا ما نوافقش ان بنتنا تعمل كده، اصلها مطلقه. يعني لو ما كانتش مطلقه كانت تلبس اللعاب، بس ما دام مطلقه لا. تم القبض على الاب، تم القبض على الابن، مع تحريز الادوات اللي كانوا بيستخدموها في تعذيبها بالحرق. نقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ولله الامر من قبل ومن